أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نقول لك كيف اكتشف النبي صلى الله عليه وعلى آله هذا الخلق، أن فيه مضرة، فيه مضرة أن فيه مضرة فيه مضرة للمجتمع والاقتصاد ولكل أمور الدنيا والآخرة، وفيه مضرة للآخرة. ألا فكلوا وادخروا وصدقوا. هو النبي صلى الله عليه وعلى آله يحتاج إلى هذا الحديث المزور هذا الذي يعمل عند أحد الأمويين أو أحد العباسيين، ووضع هذا الحديث، كملت هذا الحديث أو هذا الحديث بهذا السند. لعل البخاري أو الترمذي أو مسلم أو كل المحدثين، مالك أو غيره، تخام ضرب الساعة، الله أعلم. تخام ضرب الساعة نبتة ربانية خلقها الله، لم يحرمها، أم غفل عنها النبي حين قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أو كقول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديني. غافل الله في أن يتكلم عن الدخان حتى تحتاج إلى أن تقيس. أنا أظن أن الله يفكر كذا فسيحرم كذا أيضا. ليه اتخذت أنت شريك مع الله، والذي يطيعك اتخذك شريكا مع الله. أز جانبا قليلا، فإني أقول الله حرم هذا، إذن فإنه يحرم. نبتة تجف ثم تستنشق دخانها. هناك أنواع، هناك في الخليج عندهم شيء اسمه الدوخة، هذا نوع من الحشيش إذا دخنته مباشرة أقوى من علبة سجائر لحالها، دخان كثيف. الإسراف في كل شيء هو الحرام. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله قال أنا قد نهيتكم عن لحم الأضحية فوق 3، فكلوا وأطعموا وتصدقوا. أو في حديث قال فأطعموا فكلوا وتصدقوا وادخروا. ما هي الإضافة التي جاء بها النبي؟ الناس ذلك الزمان كانوا عند الأكل، كانوا إما منهم من يأكل قبل 3 يأكلها لأنهم عائلة كبيرة، ومنهم من يأكل على قدره ويتصدق ويدخر. تطرح المشكلة على النبي ثم تجد له الحل. تقول النبي أتهمه بكذا، أتهمه أنه قال ألا قد نهيتكم. هو يعني يأمر بأمور لا تصلح في البداية ثم تصلح، ولا دخل للتحريم. حتى التحريم هذا لمراحل التحريم هذه لا دخل لها، لأن مراحل التحريم معروف: لا تقربوا الصلاة إلى يوم القيامة وأنتم سكارى. ليوم القيامة هذه ماشية.
يصلي ويشرب الخمر فلا يقرب الصلاة حتى يصحى، حتى يعلم ما يقول، حتى يعلم ما يقول. ثم يعود لفضل الله ورحمته ويصلي، لأن الصلاة هي التي تستنهى عن الفحشاء والمنكر. فالله عز وجل لا أمر بعدم زيارة القبور، بل كانت عادة شائعة في ذلك الزمان ولم ينهى عنها النبي، كي يقول وأتيني بحديث، واللي من أراد أن يحاجك قل له ائتني بدليل، أنت بزعمك على صحة حديثك ائتني بدليل واحد، بحديث واحد عن رسول الله أنه كان قد نهى عن لحم الأضحية. نهى رسولها حديث، لقد نهى في خطب جمعة مثلا تردد أو في حجة الوداع تردد أو في شيء، لأن الذين كانوا يذهبون لحجة الوداع ابن مسعود كان منهم، كان حامل راية. ابن مسعود كان يحج بجماعة لأنهم تفرقوا لم يعودوا تحت رجل واحد في عهد أبو بكر وعمر وعثمان، كانوا متفرقين. ابن مسعود كان قد حج معه قوم اتخذوا ابن مسعود إماما لهم، وكان يخطبهم فوق عرفة، هناك يخطب إمام وهناك يخطب إمام، ليس إمام على الناس جميعا. وجعلوا بذلك عذرا أن الصوت لا يبلغ فالناس كثر، ولهم لو صدقوا لأنصتوا لما سمعت إلا حتى لما سمعت همسة حتى لو الطيور وقفت أو استقرت على رؤوسهم لاستقرت. كما يقال كما أن على رؤوسهم الطير، كل هدوء سكينة فيسمع صوت الواحد. سمعوا صوت رسول الله قبل ذلك في حجة الوداع، عندما حجت كل جزيرة العرب حجت في ذلك الزمان. رسول الله سيحج هذا العام يا قوم، رسول الله سيحج هذا العام، وانطلقت القوافل تبشر رسول الله سيحج هذا العام، ألا فمن كان قاصدا فليبلغ الحاضر الغائب، ألا من كان ذاهبا فإن رسول الله يودع، ألا إنها حجة الوداع، ألا إن رسول الله يودعكم، ألا فمن كان. وانطلقت القوافل والفوارس والرجال وأهل وليرجعوا لقومهم حتى يعلموا، ليتفقهوا في الدين، ليرجعوا لقومهم حتى يتفقهوا حتى ينذروهم، يعودوا إلى قومهم يتفقهوا في الدين ثم يعودوا إلى قومهم لينذروهم. كان ذلك الدأب السائد في المدينة المنورة في عهد رسول الله، أنهم كانوا يذهبون للرسول صلى الله عليه وعلى آله، يجلسون يمكثون باليوم باليومين بالشهر بالأسبوع، ثم يعودون إلى قومهم ليطلعوهم على الجديد من القرآن وعلى الحديث من أحاديث الرسول وعلى الأوامر الجديدة وعلى التي طرأت على الأمة وغيرها. لم يكن هناك هواتف أو كان هناك طير زاجل فقط، والطير الزاجل في ذلك العصر لم يكن معروفا بعد عند